السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طيب احنا سؤال النهارده واضح جدا. نفسك قبل الناس، نفسك قبل الناس، هل دي انانيه او بصيغه اخرى؟ لماذا يجب ان اتعرف على نفسي اولا قبل ان اتعرف على الاخرين؟ اليست هذه انانيه؟ طيب والموضوع هنا طبعا بيقف على حسب تعريفك انت ايه هو الانانيه. لو الانانيه معناها ان انت تدي لنفسك حقها فديت انانيه كويسه جدا، دي انانيه محموده، لان اصلا انت لما تدي لنفسك حقها وقتها هتكون قادر تدي لغيرك حقهم، يعني هتستفيد وبالتالي هتبقى قادر ان انت تفيد. اما لو انانيه بالمعنى السلبي، الانانيه المذمومه، يعني شخص معجب بنفسه، شخص مغرور، شخص نرجسي، لا مش دي الانانيه اللي احنا نقصدها ولا دي الانانيه اللي احنا عايزينها. والاسلام اصلا ضد الانانيه دي وبيرفض الانانيه دي. لم يكن فيها اثم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. يبقى احنا كده متفقين ان مفيش اي مشكله في ان انت تعتني بنفسك، بالعكس ده انت مطالب انك تعتني بنفسك. تعال نشوف القران كده بيقول ايه: من ابصر فلنفسه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم حفيظ. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. فكل ديت ايات بتصب في نفس المعنى، ان انت تعتني بنفسك وان انت تدي لنفسك حقها. عندنا هنا صوره بالانجلش جميله جدا بيقول لك self care can be asking for help، تطلب المساعده وتسال عن المساعده. spending time alone، تقضي وقت لوحدك، دي نقطه مهمه جدا وهنجي لها قدام. putting yourself first، يعني انت تضع نفسك اولا، مش دايما انا شمعه تحترق، شمعه تحترق لاجل الاخرين، شمعه تحترق لاجل الاخرين. المثال ده احنا عايزين نقضي عليه خالص، احنا عايزين نشيله من حياتنا تمام. asking for what you need، تطلب الحاجه اللي انت فعلا محتاجها، ما تتكسفش، ما تكبتش جواك. setting boundaries، يعني ان انت تحط حدود، تحط حدود حواليك محدش يتخطاها، ما تسمحش لحد يتخطاها طالما دوت هيأذيك. staying at home، staying at home، ان انت تقعد في البيت، مش لازم دايما انا بره البيت، مش لازم دايما انا على القهوه، عادي جدا ان انت تبقى قاعد في البيت، تبقى قاعد مع نفسك. طبعا saying no، اي حد هيجي عليك، اي حد عايزك تروح معاه مشوار انت مثلا مش فاضي وفعلا وراك مصلحه عاوز تعملها، say no، مفيش اي مشكله خالص. و forgiving yourself، اهم واحده فيهم forgiving yourself، علشان تقدر تبقى افضل. انت لو ما سامحتش نفسك هتبقى افضل ازاي؟ هتتحسن ازاي؟ انت واحد مش متقبل نفسك اساسا، والموضوع ده اتكلمنا عليه كتير في فيديوهات سابقه. هنا احنا بنقول أنت غير مطالب أن ترهق نفسك من أجل الآخرين. You are not required to strain yourself for the sake of others. فالحتة دي تشيلها خالص من دماغك. أرهق نفسي ماشي، مفيش مشكلة. لو احنا يعني بنتكلم على التعب الجسدي ده مفيش مشكلة، طالما أنا عامله بدماغي وأنا محتسب أجري على الله ونيتي لله، بالعكس ده أنا باخد على ده ثواب. لكن أرهق نفسي نفسيا وذهنيا عشان خاطر الآخرين، لا، أنت مش مطالب تماما بده. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والآية القرآنية الجميلة اللي ربنا فيها بيقول للنبي: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت هتهلك نفسك علشان خاطر هم مش مؤمنين بالقرآن، مش مؤمنين بالدعوة، مش مؤمنين برسالة الإسلام. يعني كل واحد بيفيد نفسه، واللي هيأذي نفسه في الآخر، خاصة في الأمور الأخروية بتاعة الآخر. وبالنسبة للجزئية بتاعة فاقد الشيء لا يعطيه، دي توضيح للحتة بتاعة إن أنت لن تستطيع أن تنقذ أو تساعد أحدا ما دمت أنت في نفسك لست قويا. فلما تدي نفسك حقها هيكون عندك قدرة وقوة وطاقة إن أنت تدي للناس حقها. وفي حتة تانية مهمة جدا في جزئية إن أنت تدي نفسك حقها الأول، إن أنت هتكون بده بتكف أذاك عن الناس. الناس مش هتكون شايلة همك، مش هتكون تقيل على الناس مش هتكون قلقانة عليك. وطبعا ما نقدرش ننسى الاعتماد والتوكل على الله، إن الإنس والجن لو اجتمعوا إن هم يضروك بحاجة لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والحديث اللي في جزئية إن لنفسك عليك حق. طيب نيجي بقى للجزئيه اللي احنا بنحفز ليها جدا جدا، حته ان انت تقعد مع نفسك وتديها حقها. عايزين نوضح حاجه بس، انت في الاول مش هتكون عارف تعمل ايه، هتتكلم مع نفسك في ايه، لان احنا ما اتعلمناش اصلا نقعد مع نفسنا. احنا متعودين دايما للاسف ان الناس لازم يكونوا حوالينا، لو ما فيش ناس ففي موبايلات، في تشاتس، في جيمز، يوتيوب. مهم ان احنا مشغولين، المهم ان نفسنا مش هاديه، وبالتالي نفسنا للاسف نفوسنا غريبه علينا. احنا دايما لازم نفوسنا تكون مشغوله مش هاديه، دايما في حاجه شغلانه، ناس، موبايلات، العاب، دردشه. ليه بقى؟ لان نفوسنا لو هديت، نفوسنا اللي احنا مهملينها ديت لو هديت هتتكلم، ولو اتكلمت وقالت على اللي هي عايزاه هتقول انت ناسيني ليه؟ ليه مش مديلي حقي؟ امتى اخر مره فعلا قعدنا مع بعض كده وراجعنا ملفاتنا وحاسبنا نفسنا؟ هتلاقي نفسك بتقول لك كده، انت حاسبت نفسك امتى اخر مره؟ هل انت راضي عن طريقه حياتك دي؟ طب هل مفيش اي حاجه محتاجه تعديل في حياتك؟ طبعا عشان نهرب من الاسئله القويه ديت بتاعه النفس للاسف ممكن نخادع ونحور على نفسنا بالبلدي كده: والله اصل انا عندي عمل تطوعي، والله اصل انا بطلب علم فمش فاضي. فما تهربش ابدا من نفسك بحجه ان انت مشغول. ايا كانت الحاجه اللي شغلاه لازم تكون محدد وقت لنفسك. يقول لك الصمت وصوت النفس، لازم تسمع لنفسك. للاسف لو انت ما عملتش كده نفسك هتعاقبك، نفسك هتجلدك. صداع، قرحه، ضغط، سكر، عدم تركيز، انشغال بالاخرين. يقول لك هنا بالانجلش have patience with all things but first of all with yourself. يعني خليك هادي وتريث مع كل الحاجات، بس قبل اي حاجه تريث واهدى واقعد مع نفسك. انت to lose patience is to lose the battle، يعني ان انت تخسر هدوءك وتخسر تركيزك وتخسر صبرك على نفسك هو خسارتك لمعركه الحياه بالكامل. طيب
طيب هنا احنا بنقول للاسف في ناس عندها القاعده كده، رضا الناس غايه ولا بد ان تدرك. فاحنا حابين نقول ان رضا الناس ما هواش غايه اصلا. ورساله هنا للناس اللي حاسه ان هي مختلفه عن المحيط اللي حواليها. سؤال: الناس دي رفضت نفسها، ما تقبلتهاش بسبب مقاومة اللي حواليهم لتميزهم، ولا الناس دي حصل جواها تمرد شديد جدا وغير طبيعي أو حالة غضب غير منطقية؟ بكل بساطة أنت لازم تكون مصر إن أنت تكون نفسك، طبعا بعد سؤال أهل الذكر، وإن أنت تتأكد فعلا إن أنت متميز في شيء معين، عندك مهارة معينة مثلا. فعدم إصرارك على إن أنت تكون نفسك وقتها ده يعتبر ظلم من نفسك وسبب رئيسي في شعورك بالدونية. ده هيخلي عندك صراع داخلي ليس له أي داعي. سواء حاسس إن أنت مختلف عن اللي حواليك أو زيهم، أنت لازم تتقبل نفسك ولازم تعرف نفسك. وعلشان تكون نفسك ما تكونش فيك، يعني لازم تحدد أنت عايز إيه في الحياة بالظبط. إيه هي أماكن الراحة بتاعتك؟ إيه هي الأماكن والمناطق اللي بتضايقك في الحياة؟ لازم تكون واضح كده زي المراية، لازم تكون واضح قدام نفسك وعارف أنت عاوز إيه بالظبط. وفي هنا ملحوظة مهمة جدا، إن وأنت بتحدد حدودك وإيه اللي بيريحني وإيه اللي مش بيريحني، الموضوع ده ما يكونش نابع من شعور غضب أو انتقام أو الانهزام لفترة طويلة، فترات صعبة مثلا انت مريت بيها، او فترات فشل، او قدره انت خدتها عشان كبرت في السن مثلا فعاوز تستخدمها. هنا استخدامك للقدره دي هيكون في غير محلها خالص. لازم تقعد مع نفسك وتبحث عن اسباب اهتزاز صورتك الداخليه. صورتك عن نفسك اتهزت ليه؟ ايه السبب اللي ادى لده؟ طب انا مشكلتي فين علشان اقدر اعالجها؟ طيب هنا بخصوص الجزئيه بتاعت you need to know who the right person can be spontaneous in front of him and at your convenience. احنا هنا بنقول لك انت ما ينفعش تكون بعفويتك وبراحتك قدام اي حد. لازم تكون عارف من هو الشخص المناسب اللي انت تكون بطبيعتك قدامه، تكون بعفويتك قدامه. يعني عايزين نقول ان مش كل الناس ينفع تكون قدامهم بعفوية مطلقة، بس كل الناس تقدر تعبر قدامهم عن مشاعرك بحرية، مشاعرك اللي يجب انك تعبر عنها، ما تكبتش جواك، وطبعا في الوقت المناسب. في مهارة من أهم المهارات اللي احنا محتاجينها لاكتساب صورة ذاتية متزنة، هي مهارة إنك تقدر تحدد دورك في الحياة. يعني إيه؟ إيه هي أدوارك في الحياة وأخبارك فيها إيه؟ علاقتك بربنا عاملة إزاي؟ علاقتك بالأهل خاصة الأب والأم عاملة إزاي؟ علاقتك بصحابك، نوعية صحابك إيه؟ الأدوار دي لازم تحقق التوازن ما بينها وتحدد واجباتك وحقوقك في كل دور منهم، وما تتنازلش عن حقوقك. ولازم تراعي التوقيتات في الجزئيه بتاعه الادوار دي. يعني احنا في رمضان انا عارف ان دوري هنا كعبد لله سبحانه وتعالى بيكون واخد الحيز الاكبر شويه، واخد اغلب الوقت وقت مع ربنا، فنخفف من باقي الادوار التانيه، ما نلغيهاش بس نخفف منها، لان انا هنا محتاج وقت مع ربنا اكتر. اوقات الامتحانات مثلا انت هنا دورك كطالب واخد معظم الوقت منك، باقي الادوار موجوده بس بنسب اقل شويه، فانت تكون فاهم دوت وما تزعلش من ده. اسمحوا لي هنا اقول دي بالانجلش علشان انا حابب اطور نفسي في الانجليش يعني معاكم. During your journey to discover yourself, you must be open to receiving criticism from specialists and trusted colleagues. يعني لازم في رحلتك ديت انك تعبر عن نفسك تكون متفهم ان هيكون في مقاومة شوية من اللي حواليك، وهيكون في نقد كبير انت هتقابله، لان انت باختصار مش هتكون زي الاول، مش هتكون حاضر 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 عمال على بطال. فبالتالي اللي هينصحك بصدق، اللي هينتقدك بصدق، اسمع الانتقاد بتاعه وراجع نفسك. ولازم تفهم ان الموضوع تدريجي مش هيحصل فجأة، خاصة في المجتمعات بتاعتنا احنا ما تعلمناش كويس نعبر عن نفسنا. فافهم انك مش مرة واحدة هتبقى متزن وقادر تعبر عن رأيك وقادر ما تخافش من مواجهة الواقع بتاعك والمحيط اللي حواليك. مضمون الأنا هو فكرة التصالح الذاتي حتى مع الأخطاء، وفكرة السلام النفسي لباقي حياتك. وصلت لده وانت مش مقصر في حق الآخرين، خلاص حتى لو هم زعلانين منك ده هياخد وقت وهيعدي، هم هيتعودوا عليك بشخصيتك الجديده. انما لو انت غلطت فعلا، لو انت اتغبيت مثلا في موقف معين، لو حصل تقصير كبير، لازم انك تراجع نفسك وتصحح الوضع. خلاصه الفيديو يا جماعه، احنا عايزين نقعد مع نفسنا اكتر، احنا عايزين نعرف نفسنا اكتر، احنا عايزين نتقبل ضعفنا، احنا عايزين نحل مشاكلنا بجد. احنا مش عايزين يكون دايما طول الوقت احنا هربانين من نفسنا مع الموبايلات، مع الشاتس، بنلعب، بنتفرج على ماتشات، ايا كانت الطريقه اللي انت بتهرب بيها من نفسك. حتى لو بحجه الشغل، والله انا بشتغل، والله طب اشتغل على عيننا وعلى راسنا، بس هل ده مبرر انك ما تعرفش نفسك؟ هل ده مبرر انك ما تحلش مشاكلك الداخليه؟ تمام، انا كده قلت اللي عندي النهارده. شكرا ليكم جدا لو كملتوا الفيديو لغايه هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.